باسم وزارة التموين. برحب بحضرتك معنا يا أستاذ محمود، مساء الخير. اهلا بك يا استاذه لبنى واهلا بمشاهدينك الكرام. الله يخليك يا فندم. استاذ محمود، نعرف الاجراءات بقى اللي هتتم لصرف البوتاجاز عن طريق البطاقات الذكيه، ايه المطلوب من المواطنين وايه اللي هتعملوه حضراتكم من ناحيتكم يعني؟ هو حقيقه مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزليه على بطاقات التموين ده مشروع كان مقدمه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه بوزاره البترول، وتم موافقه عليه اليوم من مجلس الوزراء برئاسه المهندس ابراهيم محلب. والمشروع ده بيتضمن ان هيتم تخصيص حصه من البوتاجاز، عدد من الاسطوانات من البوتاجاز شهريا لكل اسره، والمواطن على بطاقه التموين، والمواطن اللي ما عندوش بطاقه تموين يتم استخراج له بطاقه صرف بوتاجاز مثلها مثل نظام العيش اللي تم تطبيقه في وزاره التموين، ان احنا دلوقتي بنوزع العيش على بطاقه التموين لكل مواطن له 150 رغيف شهري، والمواطن اللي مالوش بطاقه تموين بيتم استخراج له بطاقه صرف خبز، وايضا اللي بيوفر في العيش بيقابلوا سلع غذائيه مجانيه من عند البائع التمويني. ماشي. بالنسبه للبوتاجاز يا استاذ محمود، حصه المواطن او الاسره قد ايه منه؟ هي في لجان دلوقتي حاليا مشتركه، لجنه مشتركه بين وزاره البترول ووزاره التموين لتحديد عدد الصناديق المنزليه يعني لسه الشهريه لكل اسره. وهيبقى ايضا فيها مميزات للمواطن اللي بيوفر في استهلاك البوتاجاز مثل نقاط الخبز بالظبط. هياخد ايه بقى بدل البوتاجاز يعني؟ هيبقى سلع غذائيه مجانيه برضه من عند البقال التموين على بطاقات التموين. بالتاكيد. وايضا كمان هيتم توزيع ماكينات صرف البوتاجاز في المستودعات، وايضا مع الشباب الخارجين ان هو هيوزعوها برضه على المنازل بالسعر الرسمي. طيب اللي عنده بطاقه تموين او يعني ايه المطلوب بقى علشان انا اطلع البطاقه الذكيه؟ قاعده البيانات، هل في اجراءات معينه مطلوبه من المواطن؟ لا حضرتك، اللي عنده بطاقه تموين ذكيه دي خلاص ده هيتحدد له الحصه بتاعته شهريا. اللي ما عندوش؟ اما المواطن اللي ما عندوش بطاقه تموين هيتم استخراج له بطاقه صرف بوتاجاز. وايضا مش كل مواطن عنده بطاقه تموين ذكيه هيبقى له حصه بوتاجاز، لان في عدد كبير من المواطنين اللي عندهم بطاقات تموين ذكيه عندهم غاز منازل. احنا هنستعين بقاعده البيانات في وزاره البترول اللي يعني هل في اوراق؟ انا بسال استاذ محمود، في اوراق مطلوبه من المواطن يتقدم مثلا لجهه بعينها علشان يطلع البطاقه، ولا حضراتكم هتتولوا الموضوع ده؟ المواطن حضرتك اللي ما عندوش بطاقه تموين هيتم استخراجه بطاقه صرف بوتاجاز، انه يتقدم لمكتب التموين بصوره من بطاقه الرقم القومي، وصوره من بطاقه رقم المدام، وصور من شهادات ميلاد الاولاد كمبيوتر. من امتى التنفيذ ان شاء الله؟ ان شاء الله عندما اللجنه تنتهي من اعداد الدراسات الخاصه بهذا المشروع سيتم الاعلان عن تفاصيله بالكامل، هو قريبا جدا باذن الله. تمام، شكرا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين، شكرا جزيلا. نروح لوزاره التضامن، وقرار مهم النهارده من وزير التضامن الاجتماعي سيده غاده والي، دكتوره